والمشروع الذي سوف يأتي بعد أشهر قليلة، الأزمة المالية، هو بداية التطبيع مع إسرائيل. سوف يجعلون أن نقول خليجينا إسرائيل نطبع مع إسرائيل أما يخلصنا من هذا الموضوع. يا أخوان، ترى المشروع أكبر من سنة وشيعة وأكبر من إسلام. المشروع موجه ضد المسلمين في كل مكان، فسوف يبدأ بالعراق. العراق خطر، خليني أكلمك بصراحة. هناك نظرية إسرائيلية 3 دول يجب أن تنتهي وتضعف: سوريا ومصر والعراق. ليش؟ لأن العراق أصل الدولة عفوا الدولة الأموية في سوريا، والدولة الفاطمية في مصر، والدولة العباسية في تمام. سيد بهاء، هذه الحضارة الإسلامية باختصار أرجوك أن تنفى. سيد بهاء، باختصار أرجوك، هل العراق قابل للتطبيق في هذه المرحلة؟ ممكن يطبع؟ مهيئ جدا، كل الظروف مهيئة. ينظر القرار، وأزيدك علم، ممكن أن يصدر، بس لا تسألني أترجاك. ممكن أن يصدر قرار التطبيع أولويات من النجف، مو من بغداد. من النجف وليس من بغداد. لا تسألني بعد، لا تسألني بعد. سيد بهاء، أنت تطلب من صحفي ما يسألك، أنت تطلب من صحفي ما يسألك، شلون؟ أنا دا أطلب من أخ، مو من صحفي، دا أطلب من أخ. بين أعوام 1980 و 1988 كانت إسرائيل هي الموردة والمزودة الغربية الوحيدة والموثوق لأسلحة إيران. في عام 1982 كان دينيس هيلي وزير خارجية حكومة الظل العمالية في بريطانيا يشكو داخل مجلس العموم من أن أرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغه أن دولته تجهز إيران بالأسلحة. الإسرائيليون منحوا إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربية العراق قبل أن تقوم طائرات إيرانية بالمهمة. ثم فيما يتعلق بالمفاعل النووي في العراق، فقد زودت إيران إسرائيل بالكثير من الصور الجوية، أقرب إلى كونه تعاونا إيرانيا إسرائيليا عسكريا. وثمة جزء آخر للصفقة، وهو وجود عدد مهم من اليهود في إيران. والإسرائيليون كانوا يريدون ضمان انتقال من يرغب الانتقال لإسرائيل بسلام. لذلك فإن آية الله خامنئي وافق في مقابل الحصول على السلاح الإسرائيلي على سفر أي يهودي إيراني إلى إسرائيل. ومن بين نحو 75,000 يهودي إيراني في الثمانينيات، نحو 50,000 منهم انتقلوا للعيش في إسرائيل. وطبعا هذا الموضوع منح إسرائيل عددا كبيرا من الإيرانيين المتحدثين بالفارسية.